تعرفت على روني معوض ببداية الستينات من القرن الماضي، وكان هذا الرجل مميز بين القادة السياسيين اللبنانيين بهالمرحلة بالذات. كان مميز باعتداله وانفتاحه، إنما اعتدال وانفتاح مبدع وبناء. كان دائما في طليعة الساعين إلى تعزيز السيادة والديمقراطية في لبنان وتطوير النظام اللبناني، فكان منفتح على كل القيادات وساعي خير. علاقاته مع الرئيس إلياس سركيس جعلته يقوم بدور طليعي في عدة مجالات، لا سيما بمجال المصالحات والحوار بين اللبنانيين أنفسهم. كان عنده حقيقة الشجاعة أنه يعبر عن رأيه بدون عقد وتجاوز الذات. نتذكر تماما عند انتخابات الرئاسية لما ترشح بشير، رغم كل الصعوبات ورغم كل الخلفيات بالنسبة للانتخابات الرئاسية، موقع روني، موقع بشير، الوضع العام بالبلد، كان عنده الشجاعة روني معوض أنه يوقف بجانب بشير، ليس بجانب الشخص إنما بجانب مصلحة وطنية عليا، لأنه اعتبر أنه انتخاب بشير يفيد المصلحة العامة ويعزز مسار الديمقراطية في البلد وحتى المصالحة. كان موقف صعب لأنه بنعرف شو كان المناخات بذاك الوقت بمنطقة الشمال، ورغم ذلك اجى على مجلس النواب وانتخب بشير. اغتيال روني معوض كان اغتيال الوطن، كان اغتيال مسيرة سلامية بلبنان، مسيرة مصالحة ووفاق. هيدا كان سبب اغتيال روني معوض، من أجل الوقوف بوجه نوايا روني معوض واستعدادات روني معوض ومشاريع روني معوض من أجل الوفاق والمصالحة وإعادة بناء المؤسسات الوطنية. يمكن هذا هو اللي كان ممنوع، لذلك اغتالوه لروني معوض. أنا بعتقد بكل موضوعية أنه لولا قدر يكفي روني معوض كنا فوتنا على حالنا كثير من الحروب، حروب الداخلية والحروب الخارجية. فاغتياله أعاد خلط الأوراق ونسف كل هالاستعدادات ونسف كل هالمشاريع. وفيما بعد عدنا إلى نقطة الصفر. أنا ما بفصل أبدا بين اغتيال روني معوض واغتيال حبيب بيير، فهالشهادة هي وحدة بالنهاية. شهادة روني وشهادة بيير هي في سبيل قضية. وروني أطلق ثورة الأرز قبل ثورة الأرز، لأنه روني استشهد في سبيل السيادة، في سبيل الاستقلال وفي سبيل الحرية، ومن أجل بناء دولة سيدة ودولة الاستقلال. هذا كان هدف روني، وهذا لا يتم إلا من خلال الوحدة الوطنية اللي كان عم يسعى لها روني بكل قوته. وبيير كذلك الأمر استشهد في سبيل السيادة والاستقلال ووحدة الوطن وإعادة بناء مؤسساته. القدر أراد أنه استشهدوا اثنيناتهم كمان بنفس التاريخ، 21-22 تشرين الثاني، تاريخ واحد. هيدا إلها رمزية كذلك الأمر، لأنه رمزية عيد الاستقلال ورئيسين أو رئيس ووزير استشهدوا بعز عملهم وأملهم وطموحاتهم من أجل هذا اللبنان الذي نطمح إليه جميعا. فكانت اغتيال روني كما اغتيال بيير أثر على مسيرة، أثر على مشروع، وأخر اغتيال روني أخر إتمام هذا المشروع. واستشهاد بيير كذلك الأمر. يمكن أردنا نحن أن يكون هذا حافز للمزيد من العطاء، إنما ما في شك
أنه كذلك الأمر كان الهدف من اغتيال بيير واغتيال رفيق حريري واغتيال باسم فليحان واغتيال جبران طويني واغتيال سمير قصير واغتيال كل هالشهداء ومحاولة اغتيال الآخرين، كله كان بهدف واحد اللي هو أسباب اغتيال روني معوض، وضع حد لإعادة بناء أو الوقوف بوجه بناء الدولة السيدة المستقلة الديمقراطية المميزة في هذه المنطقة. اغتيال روني هو اللي منع قيام ثورة الأرز قبل أوانها، وعلى كل حال ذكرى روني ستبقى مع ذكرى كل شهداء ثورة الأرز، ستبقى في ضمير الشعب اللبناني. أنا شخصيا ما فيني إلا ما أتذكر روني معوض اللي كان بجانبي بأحلك الظروف، كان بجانبي كل فترة الرئاسة، وكان دايما ساعي خير. كل ما يكون في صعوبات مع أي مسؤول لبناني أو مع القاضي، كان دايما روني يتطوع بروحيته الطيبة، بانفتاحه، بطريقة تعاطيه مع الناس، مقاربته للأمور. كان دايما عنصر خير وعنصر بذكاء، بحكمته وبشجاعته يتمكن بأنه يحل كثير من الأمور ويرجع يربط من قطع بين وبين القيادات، كله ليس لمصلحة ذاتية إنما من أجل لبنان. من حيث لا يدري، روني معوض كان من مؤسسي ثورة الأرز قبل الأوان، واليوم كون الست نيلة أو ميشيل باك عم بيستمروا برسالة روني معوض، وعم بيستمروا برفع لواء ثورة الأرز، نوع من وفاء لدم الشهيد روني معوض. ونحن بثورة الأرز حققنا، لازم نفهم أنه غيرنا كل المقاييس وحققنا معجزات. المهم نحن اليوم نستمر في تحصين هالإنجازات اللي تحقق، ما نرجع لورا. لذلك في ضرورة اليوم ونرجع نشد أذرنا ونرجع نتضامن مع بعضنا البعض أكثر من الماضي، حتى مثل ما قلت ننجز ما بدأنا في تحقيقه. لأنه بعد هالإنجازات، بعد طريقة العود